السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم معنا في هذه الحلقة. خرج السفير الفرنسي السابق بالجزائر دريان كور بتصريحات وشهادات حقيقية لفضح بها هوس ومرض الجزائر بالمغرب، وتطرق هذا الأخير في حوار مع الصحيفة لو جورنال دو ديمونش، مبرزا على أنه تأكد بشكل ملموس في عدة محطات من أن الجزائر تغار من المغرب بشكل يتحكم في التفكير ومنطق حكامها. وقال كازافي الذي شغل منصب سفير فرنسا لدى الجزائر بين 2017 و 2020 أن الغيرة القاتلة للجزائر من المملكة المغربية امتدت من عهد عبد العزيز بوتفليقة إلى عهد الرئيس الحالي عبد المجيد تبون، الذي يشاركه فيها رئيس أركان الجيش في الجارة الشرقية للمملكة المغربية سعيد شنقريحة. وكشف قائلا أن الرئيس الجزائري الراحل عبد العزيز بوتفليقة أظهر غيرته القاتلة من المملكة المغربية لدى لقائه بالرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الذي انتخب حديثا في ذلك الوقت، مشيرا إلى أنه كان هو من رتب اللقاء بين الرئيسين الجزائري والفرنسي معا. وأكد كذلك أن بوتفليقة كان يغار كثيرا من قوة ومتانة العلاقات التي كانت تجمع بين المسؤولين المغاربة ونظرائهم الفرنسيين، لدرجة أنه اشتكى لماكرون من ذلك، كما كان لا يطيق حجم التقدير الذي كان يكنه القادة الفرنسيين لملك المغرب محمد السادس. وواصل السفير الفرنسي فتح الغيرة الجزائرية من المملكة المغربية في عديد من المحطات، موردا أن الحسد والغيرة كان يأكلان بوتفليقة بسبب كثرة زيارات الرئيس الفرنسي السابق جاك شيراك للرباط، وهو ما أبان عليه خلال لقائه بالصحفي الفرنسي جون بيير الكباش.